بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا هنا واحد الفلاح. دائما كنرجعوا حنا المشكل قله الماء. اما سبحان الله العظيم، يعني كيكون فلاح، واخا كيكون فلاح بسيط وما قاريش ولكن كيكون عنده تبارك الله واحد الرؤيه، واحد العقل اللي ما شاء الله. نعطيكم نموذج صغير. هذه ضيعه صغيره فيها 2 هكتارات، 2 هكتارات مخدومه بواحد الطريقه اللي ما شاء الله. واهم المعاملات اللي نعطيكم دابا، هذا خدمنا مع بروغرام سهل بسيط ومفهوم بزاف، حيت الفلاح ملي كيتكثر عليه المعلومات بزاف صراحه كيتلف. نعطيكم اكزومبل بسيط. هذا الغبار البلدي، الغبار ديال البهيمات ديالو كيجمعهم هنا بواحد الطريقه اللي منظمه ومقاده، وحده الزيتون ديالو، معاملات بسيطه ما قل ودل، ولكن ما شاء الله. نعطيكم نموذج ديال الحوزيه، واحد الانتاج ديال الحوزيه ما شاء الله، باصناف مغربيه اصيله. وحتى الشجر اللي زاد الوسط، حتى عنده اتساع، حتى الشجر اللي زاد الوسط حتى هو اصناف مغربيه اصيله. قال لك انا ما نغرش شي حاجه من غير الاصناف المغربيه الاصيله، وكيعرف كيفاش يتعامل معها. تبارك الله. انتاج هذه حوزيه. اول حاجه كما كيقولوا واحد المثال مغربي: زرب قبل ما تغرس. داير الكرياج ديالو، فلاح صغير 2 هكتارات. الماء اللي عنده كافيه، بخير، منظم راسو، يعني 100% منظم راسو. تبارك الله. هذه المعاملات اهم المعاملات اللي خدم بها هو يعني جنا بكري، حيت الساروت هو جني بكري، يعني جنا الارض ديالو بكري. من بعد جني بكري مباشره يعني كنتوجهوا للعمليه الاخرى، هي يعني النص كيديه. يعني الفلاح نتصنت ليه مزيان، كيخدم بواحد العقل ما شاء الله. يعني راه زعما كاينين تبارك الله شي فلاح ما شاء الله الذكاء اللي عندهم ما شاء الله، وكيعطيك حتى اضافه في حياتك، كيزيدك اضافه اخرى، كيجني بكري، كيدي ديك البركه المعصره والبركه اخرى كيبيعها، كيبدا في العمل. اشنو هو العمل؟ هو الغبار ديال البهايم راه مقادو مصاوبو في بلاصتو، منقيه بعيد على الزبر. كيزبر بيدو، ما كاين لا زبار بيدو كيخوي الشجره. عاد سولتو قلت ليه واش كيفاش كتزبر كيفاش هذا، قال لك الشجره دائما اللي ما يدخلش منها الطير. قال لك راه يعني واحد الخدمه اللي بسيطه وسهله وعمليه. مثلا كيزبر هذا الفلاح بوحدو، كيزبر بوحدو. انتم الخير تبارك الله، واحد الخير ما شاء الله. هذه الحوزيه. واحد الملاحظه اخرى: الحوزيه ما كطيحش نهائيا. هانتوما شو الشجر ما مطيحش ولو حبه نهائيا. الحوزيه يعني انا دائما كنصح الناس بالحوزيه صراحه. انا هذا الصنف عزيز عليا بزاف، كيبقى خضر، كيبقى شاد في السوق مزيان، يعني من داكشي. خويا الثمن ديال السوق اليوم 9 دراهم 10 دراهم، حيت الاسواق الكبرى مازالت ما تفتحاتش. هذا هو الثمن اللي كاين دابا. يعني باقي السوق ديال العطاويه ما تفتح، السوق ديال قلعه سراغنا مازال ما تفتحش. يعني الاسواق اللي مهمه واللي كيركز عليها السوق الوطنيه مازال ما تفتحاتش. يعني الاول شهر 10 ان شاء الله غادي تكون الانطلاقه الرسميه ديال الاسواق ان شاء الله. غير اهم حاجه في هذا الشيء كامل هو الاصناف اللي مهليه مزيان، والاصناف المغربيه الاصيله بحال الحوزيه والمناره والبيشولي المغربي، راه عندهم واحد القيمه كبيره في السوق. هذه صراحه عندهم واحد القيمه تسويقيه كبيره بزاف في السوق الوطنيه. دائما احنا مع الاصناف المغربيه، لان الاصناف المغربيه دائما كتمتاز بواحد الجوده اللي عاليه. هاد الصنف اللي كنشوفوا دابا ديال البيشولين، الحوزيه. الحوزيه راه هي الام ديالها، هي البيشولين المغربيه الاصيله. مطراسيه 10 على 10، لانه كيفلح الوسط ما شاء الله تبارك الله. الحب ديالها شحال كيسقي اخويا؟ حساب السقا كيختلف على حساب الطقس. كاين في الحال سخون كان كيسقي 3 المرات في الاسبوع، ومنين برد الحال كيسقي 2 مرات في الاسبوع. ولكن كيطبق واحد المقوله ديال جدودنا، هي اللي ما عنده الزيت واللي ما عنده موالي يتسقى 7 المرات في الليالي. يعني الحال بارد كيبغي يتسقى مزيان باش يديماري مزيان ان شاء الله. هذا الفلاح كيطبقها بالحرف كيطبقها بالحرف. هنا فلاح عنده 2 قطيرات،
الزيتون ما كيطيحش. ما هو سبب تساقط حبة الزيتون؟ خويا سبب تساقط حبة الزيتون هو الاصناف. مثلا نعطيكم اكزومبل بسيط. هذه الحوزيه المغربيه الاصيله، هذه الحوزيه ما كطيحش نهائيا، المناره كطيح. هذا اختار الصنف، واهم حاجه واقفه على عود واحد من الديبار. العمر ديالها 8 سنين واقفه على عود واحد. هنا واقفه دائما عود واحد. هنا تبارك الله انتو الولاده ما شاء الله، واحد الولاده ما شاء الله. خويا هذه كتعطي 26 27 حتى 28 في القنطار، كتعطي مزيان. الحوزيه مزيانه، والحوزيه لافونتاج ديالها ما كطيحش. هذا هو لافونتاج الكبير فيها. وباش هاد الفلاح يعني عرفتو ذكي، غنعطيكم السر ديال واحد السر مهم. تبارك الله راه والده مزيان. خويا فم الجمعه اقرب نقطه لك هي العطاويه. كيجيو الاصدقاء بزاف من فم الجمعه، كيجيو عندنا العطاويه، تحليل التربه في العطاويه ديرهم تما. يعني اقرب نقطه لك هي العطاويه. خويا الحوزيه ما كطيحش، كون متاكد. هذيك المناره اللي عندك، راه انا قلت للفلاحه، اش قلت للفلاحه دابا؟ قلت لهم دابا هذه فرصه، غادي تشدوا واحد الصباغه حمراء وغادي تدوروا في الفيرما ديالك، وغادي تصيب الاصناف اللي كطيح علمها بواحد الصباغه حمراء. الاصناف اللي ما كطيحش ما تعلمهاش. الاصناف اللي كطيح راه مناره بدون نقاش، ما نهضروش على هذه المساله. والاصناف اللي ما كطيحش راه حوزيه. من دابا تعرف الاصناف ديال الزيتون ديالك من دابا. هنا العطاويه، جماعه العطاويه خويا. الوحده الذكيه لانتاج الاسمده، توجه للوحده، سول على الوحده الذكيه لانتاج الاسمده اللي كاينه في العطاويه. تحليل التربه كيديروا برنامج مثمر بالمجان. خويا هذيك النواره دوك الاصناف المتاخره هما اللي تاثروا. اللهم يسر تبارك الله. الحوزيه واحد الصنف مغربي اصيل، مخدوم مزيان، عاطي واحد الانتاج ما شاء الله، وما طيحش نهائيا. وكتصيب حبه وحده الزيتون ما طايحاش. وهذا الفلاح هذا باش عجبني، بومبه صغيره 3 الخيل قاضيه الغرض. هو بدا كيحرث في ارضه، بدا كيوجد. هذا الفلاح الصغير هو الاساس، هو الاساس. لا كان الفلاح الصغير بخير على خير، كلشي غادي يكون بخير على خير، كون متاكد. داير واحد الباصه صغير، بومبه باش كيتيري الماء. يعني منظم راسو، منظم. قليل فين كتجيب شي فلاح بحال هاد الدرجه. هذه البيشولي المغربيه الاصيله ها هي كاينه في الجنب. يعني منظم. 3 الخيل كافيه. كنسولتو قال لك انا كافياني. كيسقي بالوقت، وقت ما كاين بغات الماء كتعطيها الماء، ما بغاش الماء ما يعطيهاش الماء. يعني منظم. خويا الزيتون راه ما كاينش هذا العام. الزيتون راه ما كاينش، راه الاقل راه خاصك تعرف الواقع. دابا واخا كنصوروا حنا راه الزيتون موجود، وهذا الزيتون موجود عند الناس اللي كتخدم. راه الجفاف راه دا النص ديال الاقليم قلعه سراء، اش من النص، 80% في الاقليم راه ما بقاش فيها الزيتون، راه يبس. ماشي في اقليم قلعه سراء غنا فقيه بن صالح كرشتي واحد المعيشه مره كاع. جفاف قبح الله الجفاف. جفاف شي حاجه اللي صعيبه كاع بزاف صراحه. وهنا باش هاد الفلاح تعرف ذكي، هاد الفلاح باش تعرفوه ذكي، داير هاد لاربيكوينه دايرها وسط الزيتون يعني البلدي. هاد الزيتون البلدي داير وسطو اربيكوينه. هاد الاربيكوينه هي اللي كتلقح الزيتون. الاشجار الاخرى ديالو كتلقح بواحد الطريقه اللي فنيه. وكيفاش نصايبو، كيفاش يعني الاشغال. قال لك من ورا الجني، قال لك واحد 10 ايام ان شاء الله غادي يبدا الجني، ومن ورا الجوي غادي تبدا الخدمه. خويا الزيتون غالي. راه الزيتون دائما العرض والطلب، دائما السوق كيتحكم فيه العرض والطلب. خويا خصك ضروري دير تحليل التراب. سي حمزه دير تحليل التراب باش تشوف التراب اش فيه، وتعطي داكشي اللي خاص، راه تكون نتيجه مزيانه. خويا الزيتون غالي هذا العام. راه الزيتون العرض والطلب اخويا سي منير. خويا الزيتون راه العرض والطلب.
الزيتون هذا العام راه قليل، واخا كيبان لك راه الضيعات الكبار هما اللي عندهم الزيتون هذا العام، قليل اللي عنده الزيتون، لانه عامل الجفاف، والعامل الاخر طيحت النواره بزاف. يعني هذا العام اللي بيكون منقذ هو يعني الاصناف الاجنبيه هي اللي غادي تكون منقذه هذا العام ان شاء الله. اقليم سطات اخويا، تحاول اتصل بالبرنامج المثمر اللي كاين في اقليم سطات، راه كيديروا التحاليل التراب تما خويا. صح السي حمزه، صحيح اخويا حمزه. يعني حتى الطريقه ديال التسميد كتلعب دور في النضج، ولكن الاصناف المتاخره دائما كتبقى مزيانه، الاصناف المبكره كطيح كامله واخا تعطيها اللي عطيتي. عندنا اصناف متاخره في الانتاج. نبداو بالاصناف اللي كتنتج بكري، هي لاربيكوينا مبكره في الانتاج، بيشولي لونغدوك مبكره في الانتاج، المناره مبكره في الانتاج. اذا هاد الاصناف واخا دير لهم اللي درتي يوصل شهر ونص ديال شهر 9 كيبداو يكحالوا، كيبدا كيطيح. لا ما جبناهمش للفلاح، اذا الفلاح اللي خاسر، غتبقى خساره ورا خساره. الحوزيه والاربوسانه هادو ممتازين، كيبقاو في الاخر خضرين. حيت لا نقول لكم علاش، لان لا جا الزيتون كامل كينضج في دقه واحده، وكيدخل السوق في دقه واحده، وكيطحن في دقه واحده. اذا واحد شهرين غادي نكملوا الزيتون كامل. الموسم ديال الزيتون بقى شهرين، وليد العامل غادي تضيع بزاف، والمعاصر غادي يسدوا. اذا كاين اصناف مبكره واصناف متاخره في الانتاج. الثمن اخويا ما بين 8 حتى 10 دراهم. اما ديال كنهضر على البيشو ديال لونغدوك واصله 12 درهم اليوم ديال الصندوق اللي ديال البرميل. خويا هذاك خويا سفيان، خويا حنا عارفين الناس. مثلا اللي سولتيني على المعاصر اللي معقولين، حنا عارفين. شوف خويا سفيان، نقول لك واحد القضيه، كاين الخير وكاين الشر. هذه في اي مجال من المجالات، في التليفونات، في الطب، في الهندسه، في كل شيء. حتى الزيتون فيه الخير وفيه الشر. اذا كاينين الناس اللي معقولين وضابطين المعقول، والله ما يدخل عليه ريال ديال الحرام، وكاينين الناس اللي ما كيخافوش الله. اذا دائما انا وصيتي للمستهلك يمشي يقلب على الزيتون ويتقداه بوحدو ويطحنو بوحدو ويجي مرتاح. الجوده تبارك الله العام الجاي مزيانه بزاف، لانه ما كاينش سميتو، ما كاينش ديك اللاموش، ما ضرباتش اللاموش بزاف. الزيتون مزيان، يعني الجوده رائعه العام، جوده عاليه كاع بزاف. الغبار ديال البهايم اساسي، الغبار ديال البهايم يعني كيدخل في بزاف ديال الحوايج. الغبار ديال البهايم مهم بزاف. الحوزيه ما كطيحش نهائيا بتاتا، الزيتون ديالها كيبقى خضر العام كامل. توكل على الله صغري، وجه داير الماء وتوكل على الله. التعامل ديال الزيتون قبل حنا اش كنقولوا، خاصك تعطش الشجره قبل ما تجني. ماشي كاينه شي خاصيه او عامل من العوامل، لا. عطشها كنقولوا باش تعطشها غير على قبل، باش الزيتون ما يطيحش في الغيس. هذاك اللي بيجني يكون مرتاح. هذا هو العلاج. السي مهدي راه الخير موجود عند الناس المجتهدين، ماشي اللي كيبقاو في القهوه حتى 12 ولا الوحده د الليل وشاد التليفون ويبرزط في عباد الله. هاد الناس المجتهدين اللي كيفيقوا مع الفجر وكيضرب تماره، هو اللي عندهم الانتاج. والناس الاخرين راه الانتاج اخويا دابا غتشوف السوق راه العرض والطلب. السوق واخا يكون العام مزيان، واخا يكون ناقص، واخا يكون العرض والطلب. اي حاجه كيكون العرض والطلب فيها. نعطيك اكزومبل بسيط. صحاب الدلاع هذاك العام قالوا الدلاع ما كاينش، ناري غادي يوصل 10 دراهم. شحال دار درهم للكيلو. هكا وقع لصحاب الزيتون هذا العام. العرض والطلب، كان العرض كثير والطلب قليل، راه الثمن غادي يكون طايح بزاف. كان الطلب بزاف، راه غادي يكون الثمن
دائما في التجاره العالميه، العرض والطلب هو اللي كيحدد السوق. ما كنحدو انا، ما كتحدو انت، ما كيحدو مول المعصره، ما كيحدو السوق. العرض والطلب. المواطن لا مشى للزيتون حنا كنعرفوا واحد العامل اللي مهم بزاف. عامل هو السوق الوطنيه. السوق الوطنيه فيها بزاف ديال العوامل. فيها الفلاح ديما الحلقه الضعيفه هو الفلاح. الفلاح دائما واكل العصا. كيمشي السمسار كيتقدى، كيكون السماسره كيربحوا اكثر من الفلاح ب1000 درجه. لذا الفلاح خصهم يتاثروا في تعاونيات ويوليو يسوقوا المنتوجين ديالهم بيدهم. هادشي اللي كنعرف انا، اللي بغيت كلشي يمشي مزيان بهذه الطريقه. خويا الزيتون اللي كان عطشان والاصناف اخويا، المناره كطيح والحوزيه لا. خويا كاينين الناس ديال الثقه وكاينين الناس اللي ما ديال الثقه صراحه. ولكن البركه في الشباب، اللي قال الرسول عليه الصلاه والسلام، قال لك البركه في الشباب. الشباب تبارك الله كاينين الناس اللي ضابطين امورهم. خويا مرحبا خويا بدر، مرحبا. كنزور اقليم سطاس الاسبوع الماجي، عندي زياره ونتصل بخويا. خويا هذاك المرض الفطري ديال الجذور اخويا، راه السبب ديالو هو كثره الماء. الماء هو اللي هذاك ملي كيضرب الشجره خصك تحيد الشجره ضروري وتخلي البلاصه ديالها البلاصه يعني تضربها الشمس مزيان، هي باش تعاود تغرس بلاصتها. اما صعيب بزاف هذاك. وراه كاين الامراض كيختلفوا. كاين امراض فطريه وامراض حشريه. الامراض الفطريه كاين الوقائيه وكاين العلاجيه. تشوف انت تشوف الدواء علاجي. خويا الوقت المناسب هو النص ديال شهر 10 كيبدا. الزيتون كيكون نص خضر ونص ابيض، احسن طحين احسن فتره. خويا داين نرجعوا ثاني لواحد النقطه اخرى. الزيتون موجود، راه العرض والطلب. ماشي حنا اللي كنزيدوا ولا المعصره اللي كتزيد. العرض والطلب هو اللي السوق فيه العرض والطلب. والفلاح هاد القضيه ما تنديروش واحد القضيه اخرى. الفلاح راه واكل العصا. راه الاثمنه ديال الاسمده خياليه، الادميه ديال الادويه خياليه. باش ندافعوا شويه على الفلاح. الفلاح راه واكل العصا بواحد الدرجه كبيره كاع بزاف. وراه المشكله ما هو اللي ما كيستافدش. يعني السمسار كيستافد اكثر. السمسار كيستافد اكثر من الفلاح. خويا حليم، خويا الثمن ما بين 8 حتى 10 دراهم. والبيشو ديال لونغدوك ديال البرميل واصله 11 12 درهم. خويا راه خويا رشيد، اش كنقول لك ثاني، نرجعوا ثاني لواحد النقطه. خويا رشيد، راه كاين الخير وكاين الشر. راه كاينين الناس والله ما تدخل عندهم الحرام نهائيا، وكاينين الناس ولاد الحرام اش غدير ليه؟ راه يدير اي حاجه باش يربح. اي حاجه يديرها باش تربح. اي حاجه يديرها باش يربح. وراه كيف الزيتون ديال الصفرو، كيف ديال البركان، كيف ديال القلعه الصغيره، راه زيتون خاص غير يكون المعقول. يعني الزيتون ما يتخلطش وما يتغش. خويا الثمن سي محمد ما بين 8 حتى 10 دراهم. مرحبا خويا بدر. خويا الحوزيه دير مع البيشو ديال لونغدوك كتلقح. خويا مرحبا خويا هشام. فريطه راه جيراننا خويا، كندوزو منا دائما. مرحبا بك. اهم معاملات اخويا هو وجد الصنيدقات ديالك ودير رونديفو مع المعصره او السوق باش الزيتون ما يبقاش عندك واحد يومين ولا 3 ايام والجوده ديالو طيح. خويا ايسوري الاقرب لك هي العطاويه، ولا كاين المهندس ديال البرنامج المثمر في اقليم الحوز، راه كاين تتقطع ونعطيك نمرته.
خويا زي هادي الاربيكوينه، هادي اربيكوينه خويا. عادي تغرسوا وكاين البلدي اللي دايرو مكتف، كاين شبه مكتف، وكاين المكتف. مرحبا خويا خالد، مرحبا خويا. حنا كنديروها اللي علينا والكمال على الله. خويا ما نصحكش الزيتون يبقى اكثر من يومين 3 ايام، ما نصحكش صراحه. اكثر من يومين 3 ايام ما نصحكش به صراحه. تجني المعصره ديريكت ولا البيع السوق. اللهم يسر الجميع. اليوم كانت واحد الدردشه مزيانه. يعني الناس يعرفوا. مره غنصور لكم مع صار السوق فين واصل، باش يكون الراي العام عارف السوق كيفاش داير. والسوق راه العرض والطلب، راه ما كاينش شي حاجه. العرض والطلب، ملي كيكون العرض والطلب، ملي كيكون الطلب مرتفع بزاف والعرض قليل، راه الثمن راه ما تعولش. الثمن راه تعول عليه يطلع بواحد الصوره خياليه. ملي كيكون العرض كثير والطلب قليل، راه الثمن غادي يطيح. المهم العرض والطلب هو اللي كيحدد لنا السوق. ما كنحدوش حتى واحد ما عنده الحق او يقدر يتحكم في السوق. خويا اقل مده انا ما كرهتش من 24 ساعه اللي تجنات تمشي للمعصره. هادشي اللي كنديرو حنا. انا بعدا عند الوالد عندي الله يطول ليه في العمر، اللي تجنات تمشي للفيرب، تمشي للمعصره. كيكون جيت بجوده عاليه بزاف كاع. لاش من كما قالوا جدودنا الله يرحمهم ويوسع عليهم، من الشجره للحجره. اللهم يسر الجميع، وتحياتي للجميع، واي تساؤل حنا موجودين. مرحبا. خويا كتقصد بدراسة المشروع، تقصد الإعانة ديال الجيل الأخضر، يعني توجه لأقرب مركز فلاحي اللي عندكم وتطلب الوثائق الضرورية باش تستافد من الإعانة ديال الغرس وديال الكوتاكوت، وتوكل على الله. عادي. الا كان ليسباس كبيرة خويا، تقدر دير تغرس وسط الاربيكوين. شحال ديال الفلاحة كيديروا هاد القضية.